الفل سزفت. اهلا بكم، معاكم اسلام خالد والكلام على ايه؟ مشكورين بيقولوا للناس يا ريت محدش يستخدم الاسانسير. فين القبض؟ انا ما فهمتوش، يمكن انا مش فاهمه اللغه. ما بيبقى فيه صعوبه علشان نحدد الميعاد بالظبط. طبعا من الموقف اللي حصل ده عرفتوا ان الكلام على ايه؟ الكلام على مواعيد انفصال الكهرباء في مصر. رقم 5. شكرا. وانا دلوقتي طالع هتكلم معاكم عن اللي هيحصل واللي بيحصل وهنشوف كل التفاصيل. بس قبل ما نبتدي الفيديو احب اقول لكم ونقرا كده مع بعضينا البيان مع بعض. تنويه هام من الشركة القابضة للكهرباء مصر: السادة المواطنين، يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وإلا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار. ونهيب بالسادة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفظا على سلامتكم، مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم تفعيل ذلك النظام بدءا من منتصف ليل اليوم السبت الموافق 22/7/2023. ده كان البيان، طلع يوم 22 شهر 7 2023. ربنا يطمن اهلك. الفكرة بقى ان احنا ازاي نحل ازمة الكهرباء وفي نفس الوقت ازاي ما نحسش بالجحيم والحر اللي احنا عايشين فيه. عندي مشكلة. طيب اول حاجة عشان نخفف الكهرباء وما يبقاش فيه حمل كبير عليها، هو ان احنا نشيل كل الفيش ونستخدم فيشة واحدة بس او فيشتين، وهي بتاعة التلاجة او بتاعة الفريزر بس، حفظا على الاكل المجمد والحاجات المجمدة. شيلوا الفيش كلها ما عدا فيشه التلاجة، يعني فيشه التلاجة دي الوحيده اللي تفضل شغاله، والفريزر. طب حد تاني يطلع يقول لك طب وهنعمل ايه؟ الجو حر، التكييف، المراوح. وشغل كل المراوح ووجهها ناحية الباب وافرش لي الارض تلج. انا اقول لك الحل، بعد ما تشغل التكييف يا معلم افضل قافل الشباك وما تفتحش الشباك حتى بعد ما تقفل التكييف، لان اقول لك على حاجه، انت بعد ما تقفل التكييف هتفتح الشباك هيدخل لك هواء سخن، للاسف هيدخل لك هواء سخن، فهتضطر انك تقفل الشباك تاني وتفتح التكييف تاني، ونفضل بقى في هذه الدوامه اللي مش هتخلص. يعني الصيف هتبقى اقل شويه، مش هتبقى زي دلوقتي، هتبقى اكتر. طيب حد يجي يقول لي طب انا دلوقتي في ازمه وفي مشكله، ايه هي الازمه والمشكله؟ افرض يا معلم وانا طالع الاسانسير نسيت او ما قريتش انا البيان او ما جاليش خبر بالبيان ده، وللاسف اتقفل عليا الاسانسير. اقول لك لا، ده انت لازم تاخد بالك كويس جدا، احتمال كده هتتحبس في الاسانسير. طيب في الحالة اللي احنا فيها دي يا جماعة بتحملنا مشكلة واحدة، ان لو النور قطع بيقطع في الحر. طب هنتغلب ازاي على الحر ده؟ طب يعني الكهرباء هي مهمة، بس هنعمل ايه؟ يعني احنا لازم نلاقي حل للحالتين دول. اول حاجة حلك للحر تشرب سوائل كتير ساقعة، اهدى بقى شوية، شاي وقهوة وكراوية بقى وينسون، بص حاول على قد ما تقدر تشرب سوائل كتير ساقعة. سبحان الله. ايه؟ الشاي تحفة تحفة. وقال الطبيخ يعني الباميه والملوخيه والحاجات اللي انت بتحبها دي حلوه بس الفكره ان انت لما بتاكلها بتحسسك بالحر. غير كده ان انت برضو بتحبس بكوبايه شاي بعد ما تخلص الغدا، فده بيزود الطين بله. فتخيل بقى بعد كل ده يا معلم وانت قاعد بالفانيلا الحمالات النور قطع عليك، وانت كنت قاعد بقى مشغل التكييف ومشغل المروحه وقاعد تتفرج على فيلم حلو كده، وكل ده قفل عليك. رايح فين؟ جبت مرهم التسلخات. وتخيل بقى مراتك بتحط ازازه الميه اللي هي لسه ملياها في التلاجة ولسه ما سقعتش، تخيل بقى كل الازايز اللي في التلاجة سخنه وانت قاعد حران وبتشر عرق، والتلفزيون مش شغال ولا في اي حاجه بتسلي فيها نفسك. ده غير كده تلاقي بقى كمان حظك الاسود ان التليفون لسه ما شحنش، فتضطر بقى انك انت تبقى قاعد تندب على حظك لغايه لما النور يجي، تحط بقى تليفونك على الشاحن، ترجع تشغل التكييف والمروحه من تاني،
وتشغل التلفزيون وتفضل مستني بقى لغايه لما ربنا يكرم والثلاجه تسقع الميه وتسقع العصير وتسقع البيبسي وتسقع كل الحاجات اللي انت عايزها دي عشان تشربها. وفي الاخر بعد ما تعمل كل الليله دي تكون انت مجهز نفسك ومسستم نفسك ان الساعه بالظبط هتيجي النور هيقطع فيها. انا هصوت لكم هنا. لا لا لا، هطلع الترابيزه دي، هقف على الترابيزه قدام الجميع. وخف شويه شاي وقهوه. الشاي وقهوه كتير للاسف مش حلوين، لان انت دلوقتي الجو حر. يعني عارف انت هي متقفله كده، هي انت تكتشفها كده ان هي متقفله لك من كل النواحي. يعني لو النور قطع هتعيش في حر، ولو النور جه هتشرب شاي وقهوه تاني، فالنور هيقطع، فالحمل هيزيد، فالكهرباء هتزيد، وغير كده المصاريف كمان عليك هتزيد. واقول لكم بلاش ميه وبلاش كهرباء وبلاش نيجي وبلاش يلا قوم انت مالك، قوم يلا. وعشان ما اطولش عليكم في الفيديو، ما تنسوش تشاركوني رايكم في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير والكومنت، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد اول باول، والكلام عليا.